مثلا درنا له ديال الاعلاف ديال الدواجن. دابا هو اللحم سيدي الحمر غالي، متفقين؟ ايوا الدجاج علاش غالي؟ ياك الدجاج هو فلوس وكنعطيه واحد العدد الماكله والضو ومن بعد الشهر كيولي 2 كيلو. علاش غالي؟ حيت فيه احتكار. واحد 3 الناس حدوا الفلوس هاد العام غادي غيبيعوه فقط غيبيعوه ب 13 درهم. مين هما هاد الثلاثه؟ واحد منهم في الاحرار، الاخرين شبه احرار. واحد زرق ناصع وجوج زرق شيبيين شويه، ماشي زرق كاع. شويه. ماشي معقول قلنا نمشي منافسه، هادشي حرام. نفس الامر باغي يديروا لنا في البيض. دابا راه هما كيقلصوا من الكميه ديال الانتاج البيض لان رمضان جاي باش يبيعوه بالثمن اللي بغاو. هادشي ماشي معقول. فلذلك حنا كيخص كل من له طريقه لكي يوقف هذا العبث خصو يديرو. حنا كنمشيو لمجلس المنافسه كنقولوا له اودي اللهم ان هذا منكر، كنمشيو له في الادويه، كنمشيو له في كل شيء. حنايا هذا هو العمل ديالنا. سي عبد الله، انت دابا كتقدم شي واحد الصوره اسمح لي نوصفها لك بانها ماشي غير كارثيه على الوضع. عندنا صوره ولكن ماشي بهذه الصوره اللي تفضلتوا. اكيد المشاهدين يعني هاد السيطره العسل، هادشي ديال الابلاك، هادشي ديال الدواء، هادشي ديال انا بغيت نسولك في هاد السياق. دابا الصوره اللي قدمتو اليوم، السيطره في المجال ديال البيض، ها المجال ديال الدجاج مسيطر عليه، الحيوانات والبهايم وهادشي ديال العلف مسيطر عليه في جميع القطاعات. على الصعيد السياسي سيطر على مجالس الجماعية، سيطر على المجالس الإقليمية، سيطر على مجلس المستشارين، سيطر على مجلس البرلمان، سيطر على كل شيء. تصور سيطر على الحياة السياسية والاقتصادية. 4 من هاد المنكرات حنا كنا كنقولوها الشرفة. راه الناس اللي كانوا في تضامن 18.3 18 مليون فاصلة 3. جيتو نتوما كتقولوا لنا لا غير 10. قلنا لكم ودي 8 راكم حيدتوهم. جان باش تختاروا شي ما كيقول 8.5 ما عندهمش تغطية، 3.5 عندهم حقوق مغلقة و5 ما مسجلينش كاع. صافي والله جاوبوه حتى هو. نوضو نقولوا له هادشي. ثم كتقولوا اسيدي حنايا في فاتح دجنبر 2022 كاع اللي في تضامن دخلناه. مرحبا. شحال دخلتو؟ قلتو هذيك الساعه 9.4. دابا الان في التقرير اللي عندنا 11.3. والبارح رئيس الحكومه دار اللجنه الوزاريه ديال الحمايه الاجتماعيه ديال تنزيل هذا الدعم الاجتماعي الى غير ذلك وتكلم عن 11.1. دابا غير يقولوا لنا واش 11.1 ولا 11.3. بجوجهم انتقلنا من 9.4 في 2000 دجنبر 2022 الى 11.1 او 11.3 الملايين. بمعنى تزادوا 2 الملايين. بمعنى داكشي اللي كنا كنقول لكم اللهم ان هذا منكر. الناس كانوا كيستافدوا من خصو يبقى. هاد التقرير كيتكلم ثالثا كيقول لك اودي الفلوس اللي دارت الحكومه للتغطيه 9.5 المليار ديال الدرهم ما بين 60 حتى ل 95% على حساب المنخرط. فين هو منخرط؟ واش في السنسس ولا في كونوبس ولا في هذا؟ كتمشي للقطاع الخاص. وفي هذه المده هذه 76 مؤسسه خاصه صحيه خاصه اللي دارت في عام، في اقل من عام. اكثر من ذلك جا كيقول لك اودي الفاكتوره
ديال واحد المريض ما بين القطاع العمومي والقطاع الخاص 5 مرات. هاد السيد ملي كنداويو على نفس المرض في القطاع العمومي كنخسروا عليه مثلا 1000 درهم، ملي كيمشي للقطاع الخاص الفاتوره 5000 درهم. هذه ماشي مقاصه جديده، هذه ماشي مقاصه جديده حتى هي غدار بالفواتير وبالفلوس ديال الشعب. هاد 9.5 المليار نعطيوها للقطاع الخاص، ماشي هذا منكر. فاذا حنا كنقولوا لكم اودي شوف، هذا قرار وتوجه ومشروع وورش ديال جلالة الملك تكلم عنه في 2020 في 2021. حدوا المساطر، حدوا الاوجه ديالو. حنا باغيين ننجح، انتوما اللي باغينش. ملي كنتكلموا على الارامل وانتوما باغيين كاع هادشي اللي عندها علاقه. انا بغيت نسولك في هذيك الصحه السي بالكيران، ما حيت ما تفهمش الناس كيفاش قال السي اخنوش الشفار فولور. شنو كيقصد يعني؟ شنو سرق اخنوش؟ انا بعدا راه قالوا لي ودي ما تبقاش تقول كذاب لرئيس الحكومه وداك الشيء راه هو بزاف. قال كذاب. طيب انا ما نقولوش كذاب، انا قلت له تدليس، ولكن داك الشيء اللي قال راه حتى هو خطير. لان انا قلت له في واحد السياق شنو هو جا كيقول لك نسبه النمو اللي حققنا خلال 3 سنوات هي 4.4. كنقول له حشومه عليك. انا ما كنقولوش دابا كذبت، كنقول له حشومه عليك. حشم. علاش؟ لان درتي في 2022 درتي نسبه النمو 1.5، و 2023 درتي 3.4. 2024 شحال غدير الشريف؟ نقولوا هذاك الشيء اللي درتي انت هو 3.7. هادو ملي كتجمعهم ما كيعطيوكش. شنو دار هو؟ زاد 8.21 اللي حققها سعد ديال العثماني في 21. ملي كنزيدو على 1.5، ملي كنزيدو على 3.4 كيعطينا 4.4 ديال. واش معقول؟ تدليس تدليس. شي اللي اعتبرتو نتوما تدليس كنقول هذا تدليس، ما يمكنش. نفس الامر اليوم ملي كيقول المصطلح ديال السعبيله كيقول فولور بمعنى يعني الدارجي، وراه بمعنى فرنسي، زعما عنده داك الطريقه باش تطرحو راه بالفرنسيه. خليني نقول لك دابا انت في كل الشرائع الدينيه والعرفيه والقانونيه والدستوريه كاين عندنا الحق المكتسب. ايوا حنا هادشي اللي كنتكلموا عليه. دابا عندنا الارامل، كانت الارمله كتشد 350 درهم عن كل طفل. واحد الارمله عندها 3 دراري. هاد 3 دراري في العهد السابق هاد 10 سنوات شنو كنا كنعطيوها؟ عندها 2 كيقراو في الابتدائي، واحد معاق كنعطيوه المنحه ديال المعاق، واحد كيقرا في الابتدائي كنعطيوه 1,000,000 محفظه، وكنعطيوها هي تيسير، وكنزيدوها الفلوس د الارمله. ولدها اللي طالب كنا كنعطيوها المنحه. جا هذا شنو دار بالنسبه للارمله؟ اولا دار له مؤشر. ها عنده ولد معاق وولد كيقرا، وهذاك اللي بعد هذاك اللي طالب حيدوا له المنحه، حيت مو كتستافد، حيت الاسره كتستافد، وهي حيدوا لها الارمله كيعطيوها 500 درهم. فاذا حنا ملي كنتكلموا كنقولوا له اودي الله يهديكم، راه هادشي اللي كديروا ماشي معقول. ثم هاد المؤشر وهادشي شنو هو باباه؟ ياك هو غير مرسوم صحيح، وبدلو يكفي المرسوم. كاين الفصل لعله الفصل الماده 12 ولا 13 ولا 7 ولا 8 من القانون كتقول بدي تحيد